السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتنا يوميات عادل والسعدية. ده حاجة اسمها إيه؟ فتات الشطبة. فتات الشطبة. فتات الشطبة زي ما انتم شايفين كده. خشوا على تعرفوا المقادير وطريقة العمل. ماشي، حاجة جميلة جدا. والمقادير بتاعتها. والمقادير بتاعتها. المقادير وطريقة العمل، وحاجة جميلة جدا للأولاد والأطفال بالليل بالنهار. الأم تعملها لهم، مش مكلفة جدا. ماشي يا جماعة، يلا معانا. سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناتنا يوميات عادل والسعدية. السعدية أنت عارفين مغربية، مزاج عندها تعمل اختراعات كده ساعات. بصوا الساعة كام؟ داخلة على الساعة 10:30 11 بالليل. تعمل أكلة كده غريبة. دخلت عليه في المطبخ وهي مش عايزة أنا أصورها، هصورها بالعافية ومش هتطلع هي. أنا هتكلم هشوف إيه اللي بتعمله ده أهو. بص ده إيه ده؟ إيه ده؟ ده إيه ده بقى؟ قولي لي ده إيه؟ ده العجينة. عجينة. عجينة وقطعتيها. هذا دقيق والماء. دقيق وميه وفلتيه، عجنتيه وفلتيه. مفيش تخمير ولا حاجه. ما في لا تخمير. سرحته هنا. وقطعته. سرحته يعني فردته. وقطعته بالموس. ماشي، وقطعته بالسكينه. بالموس. ماشي. وايه تاني محضره؟ انا شايف عدس بجبه. انا طبخت اكله سريعه رخيصه يا جماعه، اكلتها قبل كده. عملت العدس. عدس بجبه. فول مدشوش. والحليب. شويه لبن. والحلبه. انا غناخذ علبه ديال الحلبه حيت راجلي تاخدي الميه بس. ميه الحلبه. راجلي ما تيبغيش ما بحبش الحلبه قوي. وهنا حاحطين البصله. ومع على شويه ديال السكين ديال الخرقوم. وغادي شويه لو كركم يا جماعه. يبقى بصله متقطعه وكركم. بصله مقطعه وكركم. وتحط عليه شويه زيت تحمريها. ايوه تتحمر. ماشي. المجموعه دي كلها تحط على الوش. طبعا ما قلتش ايه. انا قاعد جوه خرجت على المطبخ لقيتها بتعمل حاجه. هاد الاكله كدار في الشتاء، ولكن انا تشهيتها. هي بتقول لي انا عجباني، قلت لها بقول لك قومي اعملي. انا ما اعرفش هتعملي ايه، اعملي اللي نفسك فيه. كدار في الشتاء، ولكن انا اعتبرتها زي بتحب يعني اصلا بتتاكل في الشتاء. زي غناكلوا له. هي حطت كده العدس. انا العدس والفول. حطيتهم يتغلوا. ماشي. العدس والفول اهم. العدس ابو جبه والفول وشويه ديال الملح وشويه ديال الملح وكمون وشويه لا ماشي الكمون. طيب. البزار شويه ديال البزار. البزار اللي هو الفلفل الاسود مطحون يا جماعه. كده هياكلوا. كده غنحطوا العجينه ديالنا. نحطوا العجينه دلوقتي. والله. تحط يا جماعه اللي هي العجينه الشرايط دي جميله، عامله زي المخروطه بتاعتنا يا جماعه. شوكه. المخروطه بتاعت الصعيد. عشان ايه ما تعجنش لازم تفرديها. اهي كده عجينه شرايط اهي. ميه ودقيق بس. ميه ودقيق بدل المكرونه. دي جميله جدا، افتكرتها كنا بناكلها في الشتاء، بس هي جالها دلوقتي مزاج انها تعملها. نفسها تاكلها احنا في الصيف. تحاولوا تفردوها. لازم تتفرد كده عشان ما تعجنش مع بعضيها، صح؟ خلوها شويه تغلى شويه ونزيدوا عليها. يعني خلي بالك هم دول اللي هي حطاهم دلوقتي، هنشيلهم بقى احنا عشان نعرض عليهم. عشان نوروكم. وحطينا العجينه الشرايط. طيب. معليش انا ما طالعاش لان الحر ومش قادره نوقف في المطبخ. ماشي. شويه هنرجع لكم تاني. كده بتحط شويه ميه حلبه اهو. كده هنحط حته قشطه. حلو قوي. طعم جميل يا جماعه. عندك حليب نيدو حطي. لو حليب نيدو. عندي انا حليب نيدو. نحط مع تاي حليب نيدو اطلع حلو. وعندنا التقليه اهي. التقليه. اللي هي البصله والكركم. انا عملتها خفيفه باش نقدروا حاجه ما بتاخدش يا جماعه نص ساعه، ممكن تعمل الاولاد السريعه، اكله سريعه ليليه الظهر في اي وقت الواحد ياكلها، زي المخروطه والكنوسيه بتاعت الصعايده والفلاحين كده ما بيعملوها، الحاجات السريعه. شويه نرجع لكم تاني. هذا الحليب ديال نيدو انا حطيته شويه ميه باش ما يكورش. بيدي طعم احلى صوري. غير اللبن والقشطه اللي حطيتها. انا هاد الاكله دلعتها. يا واد انت دلعتها يعني في كل شيء. حطيت لها قشطه، حطيت لها لبن نيدو حبه صغيرين دوبناهم. بيدوا طعم معسل جميل يا جماعه. ودي التقليه اهو كده اخر مرحله، صح؟ اخر مرحله. اكله يعني ما كانتش كلها نص ساعه. طبعا احنا مصورينها في حوالي 5 دقايق. وانا مصوراها في قناتي، لو بغيتوا تدخلوا على قناتي يوميات السعديه المغربيه. بتبيعي على قناتنا؟ لازم.
بتعملي اعلان؟ وغنحط لوجي، نحط هادي تعطي التقليه. لون وتعطي طعم. تدي طعم واللون جميل. حط شويه بقى من البتاع في الطاسه. تعطي وش. أيوة. شايفين؟ يعني مش لازم تعمل طش. لا مش لازم. يلا نجرب بقى ونوريهم. ماشي. وهذه اكلتنا كده جاهزة، تقيلة جميلة. جاهزات. يلا جرفنا بقى. بسم الله. هذه شرايط. جميلة، بس هي سخنة يا جماعة، هي في الشتاء حلوة. في الشتاء حلوة أنا نفسي شهيتها. دلوقتي اهي. أنا جالسة وأنا نتشهاها. قلت عنه نديرها. اشتهاها كشيء يعني. شهيتها. تحبها يعني. طاحت جات على بالي. ودسمة عليها من فوق اهي حتة. فيها لبن، فيها لبن اللي حطينا فيها ديال البقر البلدي، اللبن البلدي.